اول حاجه هنشوفها مع بعض هو الهدف الاول اللي اتلغى لفريق النادي الاهلي. تعال نشرحه مع بعض كده واحده واحده ونشوف مع بعض هل الهدف صحيح ولا لا. اول حاجه ان انا معلم على مكان الكوره، فهنا الكوره ديت الاثنين لعيبه عندهم فرصه ان هم يلعبوا الكوره، لعيب فيوتشر ولاعيب النادي الاهلي. لكن لما نشوف مع بعض كده هتلاقي لعيب النادي الاهلي رجليه رايحه للكوره ولعيب فيوتشر ما بيلعبش الكوره. يعني بص على قدم لعيب فيوتشر مش رايحه للكوره، هو رايح يعمل التحام او رايح يمنع لعيب النادي الاهلي ان هو يوصل للكوره. فهنا يبقى ما فيش اي التحام، يعني بصرف النظر بقى ان كمان لعيب النادي الاهلي وصل للكوره، ده رقم واحد ونجح ان هو يلعب الكوره وما عملش اي التحام مع لعيب فيوتشر، بالعكس ده لعيب فيوتشر ما لعبش الكوره. يعني اول حاجه ما حاولش ان هو يلعب الكوره زي ما احنا شايفين مع بعض. بص على قدم لعيب فيوتشر، القدم هنا اتجاهها مش اتجاه الكوره، اتجاهها ناحيه لعيب النادي الاهلي علشان يمنع اللاعب ان هو يوصل للكوره. دي اول حاجه ان صوره واضحه 100%. لعيب النادي الاهلي وصل للكوره، لعيب فيوتشر ما حاولش يلعب الكوره نهائي وحاول يعمل التحام بالقدم او يمنع لعيب النادي الاهلي او يحجز بجسمه على لعيب النادي الاهلي علشان ما يوصلش للكوره. مش بس بالقدم، لا ده كمان باليد. بص على اليد، بص على كوع لعيب فيوتشر، يعني هنا القدم بيحاول يمنع بيها لعيب النادي الاهلي ان هو يوصل الكره وكمان استخدام اليد. فهنا بقى ان الحكم يحسب فاول على لعيب النادي الاهلي بعد ما اللاعب يوصل للكره زي ما احنا ما شايفين مع بعض، دي حاجه يعني تخليك ما تبقاش فاهم هو ده حكم دولي ولا حكم بيبدا مشواره في التحكيم. طيب لو حكم بيبدا مشواره في التحكيم مش في فار؟ مش المفروض المباراه دي فيها فار؟ كان فين الفار في لقطه زي ديت؟ يعني الواحد اول ما شافها توقع ان خلاص الفار هيتدخل والهدف يتحسب، لكن طبعا كلنا اتفاجئنا بالغاء الهدف. قرار غريب جدا. وعايز بس اوريك حاجه، يعني هنا لعيب فيوتشر بيستخدم اليد، اتحسبت فاول على لعيب النادي الاهلي. تعال نشوف بقى الحاله اللي بعديها. هنا التحام ما بين الاثنين لعيبه زي ما احنا شايفين مع بعض، هنا كتف في كتف. بص كمان من الصوره من قدام، هنا الاثنين لعيبه بيستخدموا اليد مع بعض، بس هنا الحكم حسب فاول على لعيب النادي الاهلي في اللعبه دي، حسب فاول على لعيب النادي الاهلي وكمان اداله انذار. يعني استخدام اليد من لاعب النادي الاهلي ياخد عليه انذار، استخدام اليد من لعيب فيوتشر برضه يتحسب فاول على لعيب النادي الاهلي. انت متخيل؟ يعني اللاعب فيوتشر لو استخدم اليد يبقى فاول على لعيب الاهلي، طب لو لاعب الاهلي استخدم اليد برضه فاول على لعيب النادي الاهلي. قرار غريب جدا من الحكم. نروح للحاله اللي بعديها وهنا فاول على لاعب الاهلي. هنشوف مع بعض، هنا هتلاقي فيه التحام بالقدم وطبعا هنا الالتحام موجود والفاول صحيح. نروح للحاله اللي بعديها، هنا فاول على لاعب فيوتشر. هنشوف مع بعض، هنا هتلاقي برضو فيه التحام بالقدم مع لعيب الاهلي. طبعا هنا الحكم حسب المخالفه وقرار الحكم قرار صحيح. نروح للحاله اللي بعديها، الحاله دي مهمه جدا. هنا كان لاعب فيوتشر بيستخدم اليد مع لعيب النادي الاهلي قدام الحكم. هو الحكم خد قرار حلو جدا ان هو ساب اتاحه الفرصه، لكن استخدام اليد لازم يبقى معاه انذار. حتى لو انت اديت اتاحه فرصه، اول ما اللعب ما يقف لازم ترجع تدي اللاعب انذار. اللعبه دي ما تعدتش من قريب، لكن حاولنا نجيبها عن طريق اللقطه الاولانيه. نروح للحاله اللي بعديها، هنا فاول على لاعب فيوتشر. نشوف مع بعض برضه، هتلاقي اللاعب بيستخدم اليد مع لاعب الاهلي وهنا الحكم حسب المخالفه وقرار الحكم قرار صحيح. نروح للحاله اللي بعديها وهو الهدف الثاني اللي اتلغى للنادي الاهلي بدايه تسلل. شوف مع بعض لحظه لعب الكره، هتلاقي اللاعب اللي انا معلم عليه في وضع تسلل وطبعا هنا الغاء الهدف قرار صحيح. نروح للحاله اللي بعديها، هنا لمسه يد على لعيب فيوتشر. هنشوف مع بعض اول حاجه هنا بص على يد لعيب فيوتشر، اليد هنا فوق الارض. لما نشوف مع بعض بقى هتلاقي اللاعب بيغير طريقه جسمه وبينزل للكره، فهنا بقى التعمد موجود ويتحاسب عليها بلمسه يد وقرار الحكم قرار صحيح. نروح للحاله اللي بعديها، الحاله دي غريبه جدا. هنا لعيب النادي الاهلي وصل للكره ولعبها وبعد كده لعيب فيوتشر عمل التحام بالقدم مع لعيب النادي الاهلي. لعبه زي دي اسهل لعبه الحكم يحسبها فاول، لكن الحكم هنا ما حسبش اي حاجه في اللعبه ديت. نروح للحاله اللي بعديها، هنا فاول على لاعب فيوتشر. هنشوف مع بعض، هنا هتلاقي فيه استخدام باليد وبعد كده فيه التحام بالقدم وطبعا هنا الحكم حسب المخالفه وقرار الحكم قرار صحيح. نروح للحاله اللي بعديها، هنا فاول على لاعب فيوتشر. هنشوف مع بعض، هنا هتلاقي اللاعب بيستخدم اليد
وبيشد لاعبي النادي الاهلي، وهنا الحكم حسب المخالفه وادى اللاعب انذار، وطبعا قرار الحكم قرار صحيح. نروح للحاله اللي بعديها. هنا في تدخل بقوه على قدم لاعبي النادي الاهلي زي ما احنا شايفين مع بعض، وهنا الحكم ادى اللاعب الانذار الثاني، وطبعا هنا قرار الحكم قرار صحيح انه يديله الانذار الثاني ويديله الطرد، وطبعا هنا التهور موجود وقرار الحكم قرار صحيح.